ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد معاكم وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. طبعا زي ما انتم شايفين كده قايمين بدري النهارده، وورانا طبعا شويه حاجات عايزين نعملها. فقمت الاول كده افتح البلكونه عشان اشوف طبعا الجو، وفي نفس الوقت اهوي شويه كده قبل طبعا منزل، عشان انا نازله. رايحه فين؟ رايحين نجيبوا شويه حاجات من تحت كده ونخلص مشاوير، وبعد كده نرجع تاني البيت نكمل اليوم مع بعض. طبعا ما تنسنيش تعملي لي اللايك كتير للفيديو، وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. زي ما انتم شايفين كده كنت ببص بقى طبعا على الجو، وطبعا الجو النهارده يعني كويس الحمد لله كده. فهنبدأ بقى طبعا لبست زي ما انتم شايفين، بوريكم بقى ان انا خلصت اهو، لبست وجهزت ومستنيه جنى تخلص علشان بقى ننزل سوا كده. هنخلص مشوار مع بعض، وفي نفس الوقت كمان هنجيب شويه حاجات من تحت. النهارده هنعمل مع بعض كمان اكله جميله ان شاء الله تعجبكم. عملناها طبعا كتير في القناه، بس برضو هنحط لازم كده شويه تغيير، يعني شويه تغيير فيها. طبعا زي ما انتم شايفين كده احنا نزلنا مع بعض كده، نازلين وعماله افوق بقى في جنى، وعماله بقى اكلم فيها. هنا عمالين نتكلم مع بعض بقى كده، وطبعا هي ماسكه الموبايل بقى عماله تكلم في اصحابها، وانا عماله بقى انكب فيها شويه. طبعا احنا ما غبناش، نزلنا وخلصنا المشاوير بتاعتنا وكده، واحنا جايين قلنا بقى نجيبوا فطار عشان نفطروا، وبعد كده نبدأ اليوم بتاعنا. مش عارفين بقى ساعتها، يعني احنا على فكرة ما كملناش، يعني احنا يا دوبك خلصنا مشاورنا وكده وجبنا الفطار معانا وطلعنا فطرنا. بس طبعا ما قدرتش اعمل اي حاجة في البيت لان احنا كنا صاحيين بدري. فقلت خلاص نناموا شوية وبعد كده نقوم نشوف ايه اللي ورانا. فطبعا نمنا شوية. ولما قمت بقى طبعا بعد الفطار والنومة الحلوة دي كده، قمت شفت المنظر بقى اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. اهو كده عندي بقى، بصوا مواعين قد شايفين؟ طبعا المواعين ديت طبعا بالليل بقى، وكانت الفطار، وطبعا كوبايات كمان بيشربوا فيها حاجات كتير جدا. فطبعا المواعين كانت عندي ياما قوي صراحة، فانا قلت بقى ما بديهاش قبل ما اعمل اي اكل ولا اي حاجة خالص، اخش على المواعين دي كده اخلصها، وبعد كده نبدأ بقى مع بعض نعمل الغدا بتاعنا. لان انا مش هينفع اعمل اي حاجة والمنظر اللي انتوا شايفينه ده. بدأت كده قلت اغسل بقى طبعا كل حاجة وارصها، وبعد كده افضي يعني المكان حواليا علشان اشتغل طبعا برواقة كده، اعمل لهم الغدا كده بمزاج بقى. طبعا زي ما قلت لكم انا النهارده هعمل اكله احنا عملناها كتير على القناه، وعملناها بالخطوات، بس طبعا كل مره بحب لما اجي اعمل اي اكله مثلا عملتها قبل كده، بحب ممكن مثلا احط فيها حاجه تغيير كده، علشان مثلا الولاد وهم بياكلوها يحسوا ان هي تغيير مش على طول هي يعني. فقلت بقى اخلص عشان بقى اعمل النهارده الاكله بتاعتي. انا كنت مجهزه الحاجه حواليا، بس طبعا كان اول حاجه لازم اعملها ان انا اغسل المواعين ديت. المواعين طبعا دي حاجه ما بتخلصش من البيت. ده كمان المواعين دي قبل الغدا، يعني قبل الغدا ما يتغدوا، وقبل ما اعمل كمان الاكله بتاعت النهارده. فدي غسلت المواعين الكتير دي. فقلت بقى اخلصهم كده. وبعدين طبعا انا زي ما انتم شايفين انا عماله ارص بقى طبعا على الرخامه. قلت ربنا يسهل ان شاء الله كده، يعني في اقرب وقت طبعا ابقى انزل اجيب حاجه، يعني يعني عايزه اجيب حاجه كده تكون كويسه ان انا اصفي عليها المواعين، لان انا ما بحبش اللي هي المصفى اللي بتتحط على الرخامه دي، انا ما بحبهاش. يعني ما بحبش يعني اجيبها، رغم ان في حاجات كتير جميله، بس يعني انا مش حباها. طبعا في ناس كتير بتحبها وكده، بس انا يعني انا مش برتاح ليها. فكنت جايبه اللي هي السجاده اللي بتتحط، اللي بتتحط تحت المواعين، بتسحب الميه دي. فكنت جايبه 2 منها، بس طبعا الخامه بتاعتهم ما كانتش قد كده، فطبعا بيتبهدلوا بسرعه. فقلت ان شاء الله هنزل اجيب بقى حاجه تكون كويسه وخامتها تكون كويسه، دي انا برتاح ليها، بحب احطها كده ويا دوبك اصفي عليها المواعين. وبعد كده طبعا اصفي منها الميه، اعصرها كويس واصفي منها الميه. وطبعا اهويها الاقيها بتنشف وبتبقى زي الفل، او حتى ممكن برضو اغسلها برضو في الغساله بتبقى زي الفل وبستخدمها تاني. هي يا دوبك بس وقت المواعين، طبعا وقت ما احنا بنستخدمها، وقت ما انا بغسل المواعين بتاعتي واحطها تحت ايدي واصفي عليها المواعين.
لكن انا ما بحبش طبعا اللي هي المطبقيه او هي اسمها مطبقيه اللي هي بتتحط على الرخامه دي، لاني بحس ان هي واخده مكان، وبعدين لو حبيت انا مش عايزاها هشيلها برضو هتاخد مكان، فكده يعني. زي ما انتوا شايفين كده انا عادي بقى دلوقتي طبعا بحط بقى ايه يا جماعه على الرخامه عادي كده كده قريب من الحوض، بيصفي الميه عقبال بقى ايه، قلت ما ان شاء الله ايه اخلص ونشوفوا ايه اللي ناقص باذن الله ونجيبوه. خلصت كده زي ما انتوا شايفين كده الصحون بقى كلها والكوبايات وكله. طبعا بقى ايه لو وصلتي للجزء ده من الفيديو ما تنسيش بقى تشجعيني باللايك وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس، وتقومي كده تتشجعي معايا كده لو وراكي شوية مواعين زي حالاتي كده، قومي بقى ايه طبعا اغسليهم وطبعا لو وراكي برضو اي حاجة قومي برضو اعمليها. صدقيني منظر الحوض بيبقى شكله حلو قوي في الاخر كده، بيدي شكل حلو راحة نفسيا اصلا لما بيبقى الحوض مفهوش مواعين. بدأت كده زي ما انتوا شايفين كده امسح حوالين الحوض، والحوض طبعا دي كده مسحت بعد المواعين، يعني دي ملهاش علاقة خالص بالتنفيضة اللي هيتنضفها المطبخ طبعا، التنفيضة العميقة بإذن الله. بس ربنا يسهل بس ايه الجو كده يتعدل شوية، ونبدأ بقى ان شاء الله ايه تنظيفاتنا بقى ايه للمطبخ وبقية الشقة ان شاء الله. هنا كده كنت خلصت خلاص المواعين بتاعتي، وزي ما انتوا شايفين بقى بصوا كده المنظر خلاص كده واهو كده صفيت الدنيا. هبدأ بس افتح كده الحنفيات، بس كنت بفتحها على اساس ان انا انزل اي صابون فيها ولا اي حاجة، وكده خلاص الدنيا تمام التمام. طبعا لما الكلور دوت اعتبروا ان انتم مش شايفينه، هو انا كنت حطاه هنا على اساس كنت يعني بشغل الغسالة، كانت الدورة اللي هي البيضة، فكنت يعني بحط شوية كلور. عندي هنا زي ما انتوا شايفين بقى ايه بصوا، دي عندي هنا صدر فرخة كان بحاله كده، فانا قلت هقطعه حتت كبيرة. وهنعمل ايه بقى النهاردة؟ هنعمل مكرونة اللي هي نجرسكو تمام بالفراخ، يعني اللي هي زي بشاميل، بس طبعا احنا هنستبدل اللحمة هنستبدلها بقطع الفراخ اللي احنا هنعملها مع بعض. هنا انا حطيت زيت وزبدة علشان اعمل البشاميل، والبشاميل برضو هحط له جبنات على اساس برضو يديني طعم وقوام كده حلو، هتشوفوه كده مع بعضينا كده. ومسكت طبعا الصدر دوت قطعته حتت كبيرة، وقطعت معاه فلفل وقطعت معاه بصل تمام كده كل دوت وايه تاني، وشوحته كده في حتة زبدة البصلة، وبعد كده الفراخ، وحطيت عليها فلفل زي ما قلت لكم، وحطيت كمان بشر كوسة وبشر جزر. دي بقى الحاجات اللي هي ايه اللي انا ضفتها للايه للحشوة بتاعتنا بتاعت النهاردة. اهو كده زي ما انا قلت لكم انا بحب ايه كل لما اجي اعمل حاجة بحب اغير فيها او اضيف حاجة مثلا تانية، بتفرق برضو في الطعم، كل حاجة بتفرق برضو في الطعم. اهو زي ما انتوا شايفين كده عملنا حمرنا الدقيق تمام كده شوية كده، وهنزل بقى ايه باللبن وابدأ بقى ايه اقلب. اهو كده هنزل بقى باللبن بتاعي حبة حبة كده وايه وافك الدقيق ده كله. اهو كده بصوا زي ما انتوا شايفين كده فككته بقى كله، واحط بقى بقية اللبن، هفضل بقى اقلب. وبعدين بقى ايه هنزل بالجبنة بتاعتي، طبعا اي نوع جبنة، جبنة موتزاريلا تمشي، عندك جبنة اللي هي فيتا ملح خفيف، يعني اللي اي نوع جبنه تمشي معاكي. فانا طبعا هنا كان عندي اللي هي الفيتا دي، فانا حطيتها في البشاميل، صوص البشاميل كده زي ما انتوا هتشوفوا كده، وقلبت كده اهو. بصوا كده هجيب بقى كده الجبنه واضيفها، واحط بقى شويه ملح وشويه فلفل صغيرين، ويبقى كده ايه خلاص البشاميل بتاعي ايه خلاص. اكلة النهاردة كده حلوة ان شاء الله تعجبكم. طبعا ايه الاكلة دي كلنا بنحبها طبعا. اهو كده حطيت بقى علبة، وقلت بقى هحط واحدة كمان علشان ايه يعني القوام بتاعها يبقى كويس. انا عايزة طبعا كمية البشاميل اللي انتوا شايفينها دي كده كويس جدا للمكرونة، لان انا هحط برضو على المكرونة طبقة من تحت كده، وبعد كده هحط برضو على الوش. فهبدأ بقى دلوقتي كده خلاص انا كده ايه المرحلة دي كنت هنا بقى ايه بفك بقى الجبنة كده بدوبها، وقلت كده تمام. بصوا بقى اهو كده
شايفين بصوا القوام بتاعه زي الكريمي بالظبط. هو ده القوام المظبوط. اهو كده تمام. هاجي بقى دلوقتي اخد المكرونه بتاعتي اهو زي ما انتوا شايفين كده، وهضيفت عليها شويه من البشاميل. هجيب بقى الحشوه بتاعتي اهو زي ما انتوا شايفين. بصوا قطع الفراخ انا مقطعاها كبيره، انا مش مقطعاها صغيره، لا انا مقطعاها حلوه كبيره كده. وزي ما قلت لكم انا ضفت طبعا كوسه، بشر كوسه، بشر جزر، وهنا كمان وبصل، وشوحتهم كلهم مع بعض، وفلفل، وطبعا البهارات بتاعتك اللي انت بتحطيها. وهنا طبعا لما حطيت الحشو ضفت كمان ليه جبنه رومي مبشوره، وجبنه موتزاريلا. تمام، اي نوع جبنه بقى مبشوره عندك بتضيفيها. وبعد كده بنحط الطبقه التانية من المكرونه، ونضيف بقى الصوص بتاع البشاميل اهو. شايفين بصوا القوام بتاعه حلو ازاي، زي ما انتوا شايفين كده انا وزعته. وبعد كده هبدأ بقى ايه، برضو اجيب برضو عندي هنا جبنة كنت شيدر وموتزاريلا وتركي، قلت برضو احطهم على الوش عشان يدوا طعم حلو، وفي نفس الوقت كمان ايه يدوا طعم وشكل كمان حلو للمكرونة. احنا مش بنحط بيض ولا حاجة، في ناس بتحط بيض، في ناس بتحط بقسماط، بس انا بحب احط ايه دلوقتي الجبنات بتدي طعم وشكل كمان حلو. هتشوفوه طبعا ايه معايا كده. بصوا كده طبعا الاكله دي بصوا اول ما بتطلع من الفرن كده بتتاكل، لان احنا بنحبها كده طريه. بصوا شكلها عامل ازاي اهو. هنحطها بقى في الفرن، وبصوا زي ما انتوا شايفين بصوا الجمال بقى. بصوا اول ما طلعت طبعا هي ايه، احنا بنحبها كده محروقه كده، بتبقى طعمها حلو قوي، وهي بتتاكل بقى سخنه. هنبدا بقى نقطع بقى كده وناكل مع بعض. طبعا بقى يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم. اهم حاجه ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وكده احنا خلصنا خلاص بقى زي ما انتوا شايفين كده الاكله بتاعتنا اهي كده. طبعا محضرين الولاد بقى السفره، وقلت بقى ايه اقطع لهم. احنا بناكلها زي ما انتوا شايفين كده. يا رب بقى يكون الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.